السلام عليكم ورحمة الله يا عزيزي المشاهدين، واليوم رجعت لكم بمقطع جديد. واليوم حابب أوريكم الثلاثة نصيحة والأربع نصيحة لكل ثاني محتوى مبتدئ. بس إذا وصلك هذه المقطع كمل لي إياه عشان تقدر تفهم منه أي شيء. إيه أي شيء؟ هذا الشيء كلام، هذا الكلام اللي بقول لك هذا ما إني كذب، هذا الشيء الصح. أول بالأول يا عزيزي المشاهد، لأي شخص ثاني محتوى مبتدئ، أول شيء لازم تحدد لك المحتوى يلي بدك تقدمه أنت للجمهور. ما اهم شيء الجمهور. انت محتوى اللي محتوى اللي داير تقدم، انت داير تقدم للجمهور، ما داير تقدم لنفسك. صح ولا ما صح؟ لازم تحدد لك محتوى. صح ولا ما صح؟ طيب صح. طيب انا حددت المحتوى، داير شنو؟ داير كاميرا، وداير اضاءه، وداير لللابتوب عشان امنتج فوق الفيديوهات وحركات كتير. من وين اجيب الحاجات ده؟ لا يا عزيزي المشاهد، انا اقول لك انت غلطان. انت غلطان. قول لي كيف؟ انا اديك الزيت. تمام. اول شيء، التليفون اللي معاك ده ما تجيب كاميرا ولا اضاءه غالي ولا اي شيء. لان ليه؟ انت تجيب لك اضاءه غالي، وتجيب لك كاميرا احترافيه، وتجيب لك اضاءه، وتاني تجيب لك شنو بيقولوا، تجيب لك لابتوب كم 4 اشياء ولا 3 اشياء، وفي النهايه انت ما نجحت. عملت لك يوم ولا يومين رجعت خليت شنو؟ المحتوى. انت خسران كده يا عزيزي المشاهد. انت خسران كده يا عزيزي المشاهد. انا اديك الزيت. قول لي كيف؟ كيف عشان اديك الزيت؟ اول شيء، تليفون الموجود معاك، تليفونك دوت بصورك زي انا قاعد اصور مباشر هسه كده. صوره انا قاعد اصور مباشر ده من تليفوني اي 13، بصور فول اتش دي 30 ثانيه. ايه يا عزيزي المشاهد؟ والاضاءه اللي انت شايف وسط مباشر ده رينج لايت، جبت ما يقارب من 50 دينار ليبي. كان لقيت زول في الشارع بديك 50 دينار ليبي، زول في الشارع بديك. فهمت القصه دي جاي كيف؟ انا بصور بيها، امنتج بيها بالتليفون اللي انت قاعد تشوفه. كاميرات واصل ورا، كاميرات الورا ده اصلا مكسوره ذات، لكن انا بدعت بيه هيك بهي الطريقه. لازم تعرفها، لازم تعرف الشيء ده. عشان كده يا عزيزي المشاهد، بتليفونك اللي انت قاعد تتكلم به مكالمات وحركات وما عارف تليفونك ده بس بشكل. الشيء الثالث كيف يعني؟ ولا شنو الشيء الثالث؟ الشيء الثالث، لازم تتوكل لله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المحتوى اللي انت قاعد تقدمه لازم تهب اول بالاول، لازم تهب، ولازم تعرف هذا الشيء اللي تعمل انت بيكون صح. ما تقدم لك محتوى يجيب لك مشاهدات، وبشويتين تلقى لك واحد من اصحابك يقول لك المحتوى اللي انت قاعد تقدم ده هذا الشيء غلط. لا يا اخوي، ما تخلي. لان هذا الشيء اللي تعمل انت هاي هو الشيء الصح. هذا هو الشيء الصح يا عزيزي المشاهد. لان انت اذا ما حبيت الشيء ما تقدر تقدم له للجمهور. انت لازم تقدم له حاجه عشان الجمهور، تكسب الجمهور وتكسب عدد المشتركين. صح ولا ما صح؟ لكن كيف وانت خايف؟ قول لي انا ما قادر نقدر اتكلم قدام الكاميرا. انت وقت ما قادر تتكلم قدام الكاميرا تحدد المحتوى كيف ذات؟ كيف تقدر تحدد له محتوى؟ انت لازم تقدر تحكي لك قدام الكاميرا، تقدر تقول له كلام الجواق للجمهور. صح ولا ما صح؟ هذا هو الشيء الصح، هذا هو الشيء الصح. ويا عزيزي المشاهد، رابع شيء الاستمرار. الاستمراريه، الاستمراريه اهم شيء. الاستمراريه اهم شيء. شنو الاستمراريه يا عزيزي المشاهد؟ اذا انت بدك تكسب مشاهدات ولازم تنجح في قناتك، اما محتوى اللي انت بدك تقدمه، سواء كان انستغرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب. بس اذا انت يا عزيزي المشاهد تبي تكسب فلوس يعني مستقبليا، خلي التيك توك و تيك توك ده بس ابيض منه. اول شيء ابدا لك وين؟ ابدا في اليوتيوب. في ناس انت لازم تبدا في التيك توك تنشر لك مقاطع وما عارف ليه وحركات كده كده، عشان الناس لما يشوفوا بشوت انت تحكي له قصص، تجيب له كلمه كلمتين هتقول لهم مباشر انا عندي قناه، عندي حساب في يوتيوب باسم كده كده، عندي فيديوهات مفيده جدا لاي ثاني محتوى مبتدئ وكده. ممكن تكسب، ممكن تكسب مشاهدات. اذا انت بدك حاجه داير تشاهد وكده، ممكن تمشي للقناه داك، ممكن تفرج اي شيء انت بدك تلقاه هناك. بعد مرور الزمن معلش انت تقدم لك محتوى في اليوتيوب، تقدم لك فيديو واحد ولا اثنين، وبكره انت منتظر منه وراه فلوس مباشر. لا، هذا الشيء غلط، هذا الشيء غلط. انت لازم تقدم لك، لان في عده طرق واوامر لازم تحدد له، ولازم في شروط تطبق حتى عندك يجيك وراك فلوس. الشرط الاول، لازم تعمل لك 1000 مشترك.
1000 مشترك ده على الأقل، وكم؟ وتجيب لك 4000 مشاهدات خلال الساعة. كيف الكلام ده؟ هاي أنت تنزل لك مقطع خلال ساعة يشوفوا 4000 شخص، بس هذا ما صعب، هذا شيء مو صعب، ما صعب، لأن اليوتيوب هو أكبر قناة في العالم على محتويات، جميع المحتويات، لأن في كم شخص خلال الساعة يخش. ما تشوف نفسك هنا أنت وأخوك وزميلك وشنو، ما تقول له اشترك لي في قناتي وكده كده وكده، لا هذا الشيء غلط، لأنه هو كان اشترك هسي بشويتين، هو ما عنده علاقة بالمحتوى اللي أنت قاعد تقدمه، أصلا ما عجبه. الناس التانيين هم يلي بيجيبوا لك مشتركين. أنت لما تقدم لك محتوى محترم وكل شيء يعني لها حدود وما أعرف له، هيك شيء بيكون مناسب، كده لازم تكسب. وهي هي آخر كلامي كان. يلا يا عزيز المشاهد، لو أنت أول مرة تشوفني انزل في الوقت الحالي اشترك في القناة واعمل لايك وفعل جرس التنبيهات، وفي أمان الله، السلام عليكم.